قبل ما نبدأ ما تنسوش الدعاء لإخوانكم في كل مكان، نسأل الله أن يفرج عنهم. السلام عليكم. يا ترى حصلت لك قبل كده تبقى داخل المطبخ تقطع بصل وفجأة تلاقي دموعك نازلة كأنك لسه مفارق حبايبك؟ طب ليه؟ هو البصل ده فيه سحر ولا إحنا اللي عيوننا ضعيفة شوية؟ تعالوا نعرف مع بعض سؤال النهاردة: ليه بنعيط لما بنقطع بصل؟ بس لو لسه جديد في القناة متنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك السؤال الجديد كل أسبوع. بس قبل ما نخش في علم والكيمياء خلينا نبدأ الأول من المطبخ. أول ما تمسك البصلة وتبدأ تقطعها بتحصل حاجات في منتهى الغرابة. بتحس كأن البصلة بتنتقم منك. البصلة كأنها قنبلة كيميائية صغيرة، بس بدل ما تنفجر وتولع بتنفجر في عينينا وتخلينا نعيط. طيب ليه؟ أو إيه اللي جوه البصلة ده بالظبط؟ جوه البصلة في حاجة اسمها انزيمز، يعني انزيمات كده مسؤولة عن تفاعلات كيميائية بتحصل لما بتقطع البصل. الانزيمات دي في العادي بتبقى قاعدة ساكتة وجوه الخلية في البصل، بس أول ما السكينة تشتغل وتقطع الخلية دي كل حاجة بتنفجر. الانزيمات دي بتتفاعل مع حاجة اسمها بوربنسيل اس اوكسايد. طبعا انت مش فاهم حاجة وانا كمان مش فاهم، بس نقدر نسميه مركب الكبريت وخلاص. الانزيمات لما تتفاعل مع المركب اللي قلنا عليه ده، هو ده بقى السبب الرئيسي في دموعنا. المركب اللي هو البيروبنسيل اس اوكسايد اللي هو ده، يعني اول ما يطلع ويبدا يتبخر في الهواء ويطير لحد ما يوصل لعينيك، واول ما يوصل بيبدا يهيج الاغشيه المخاطيه اللي حوالين العين. يعني ببساطه عينيك بتتخنق. في اللحظه دي المخ بيفهم ان في خطر، فبيبعت اشاره للغدد الدمعيه: يا اولاد الحقوا عدو كيميائي بيهاجم العين. فتبدا العين تفرز دموع كتير عشان تطرد الماده دي بره. فانت مش بتعيط من الحزن، لا، انت بتعيط من الدفاع. طيب ليه البصل بالذات؟ سؤال حلو. ليه البصل؟ ليه مش الطماطم او الفلفل؟ ليه البصل اللي واخد لقب القاتل الدامع؟ البصل من عيله اسمها الاليوم، ودي فيها البصل والثوم والكرات والحاجات دي. بس البصل بالذات فيه كميه مركبات كبريتيه اكتر من غيره، يعني هو ملك الكبريت، زي ما بنقول عندنا بمصر هو ملك الساحه. والكبريت لما بيتفاعل مع الانزيمات اللي قلنا عليها دي بيعمل الفوضى دي كلها. طب هل البصل كده في كل العالم؟ لا، مش كل انواع البصل كده. في بصل خفيف، في بصل اسمه سويت اونيون، يعني بصل حلو ده خفيف على العين. وفي بصل اسمه يلو اونيون، وده بقى يا ساتر يا رب البصل المصري بتاعنا اللي هو البصل الاصفر او الابيض، ده بيخلي عينك تنشف من كتر الدموع. وفي انواع كتيره العلماء بيجربوها بالهندسه الوراثيه عشان ما تدمعش الناس. في شويه طرق كده الناس بتجربها ونجحت. انت وحظك بقى. ممكن تحط البصله في ميه وانت بتقطعها، الميه بتمنع الغازات من الوصول لعينك، بس المشكله ان الطعم ساعات بيتغير او بتبقى عمليه رخمه. الحل التاني ممكن تلبس نظاره سباحه، وده بيخليك شبه العلماء المجانين بس فعالة جدا. تالت حل ممكن تستخدم سكينه حاميه جدا. كل ما السكينه تكون حاميه كل ما تقطع الخلايا من غير ما تفجرها. في ناس بتدي الموضوع ابعاد روحانيه، بتقولك البصل بيطلع الطاقه السلبيه. ده مش حقيقي. طب هل البصل ممكن يكون خطير؟ في حالة نادرة لو عندك حساسية شديدة او عيونك فيها مشاكل ممكن المركب ده يهيج العين جامد. بس عموما البصل امن جدا، بس لازم تاخد بالك منك وانت بتقطعه، خصوصا لو بتقطع كمية كبيرة او شغال في مطعم مثلا كده. البصل بيبكي الناس بس بيغذيهم برضه، رغم انه مؤلم للعيون الا ان البصل مفيد جدا للجسم. البصل بيساعد في تقوية المناعة وبيحسن الدورة الدموية، يعني ممكن تقول عليه بيأذيك وهو بيخدمك. نيجي بقى للقصيدة اللي انا ألفتها عن البصل. كلمة أخيرة للبصل نقولها له: يا بصل انت مش شرير بس مزعج، انت مش بتكرهنا لكن وجودك مؤلم، انت مش بتكسر قلوبنا لكن بتعصر عيوننا، بس برضه بنحبك في المحشي والكشري والسندوتشات، فأفضل نقطعك ونعيط ونرجع ناكلك تاني. وبكده حبايبي يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك عشان نوصل 1000 لايك في الفيديو ده، اشترك في القناة لو عجبك الفيديوهات، وفي مقاطع تانية ممكن تشوفها على القناة. شكرا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.